لما نتكلموا على المنتخب الوطني بعد كأس العالم فمن بين الأمور اللي لازم نرجعوها وهو محور الدفاع، لأنه بصراحة راه عندنا سنوات وحنا نعانوا في هذا المنصب ومازال ما شفناش أي عملية تجديد حقيقية. المشكلة ما راهيش في غياب الأسماء، بالعكس كاين أسماء جزائرية في أوروبا اللي تستحق المتابعة، وفي نفس الوقت كاين لاعبين اللي عيطنا لهم بالفعل بصح ما داوش فرصتهم الحقيقية. عندكم مثلا سامي شرقي أو زين الدين بالعيد أو أشرف عبادة أو صهيب نير وحتى أحمد توبة. كاين اللي عطاوهم دقائق قليلة برك وكاين اللي استدعيناهم مرة وبعدها اختفوا تماما، وهذا اللي خلى المنتخب ما يقدرش يبني محور دفاع جديد ويقعد يعتمد كل مرة على نفس الاسماء. على هذه في هذا الفيديو راح نستعرضوا 5 مدافعين محوريين جزائريين ينشطوا في اوروبا وممكن يكونوا من بين الحلول المستقبليه، لان المنتخب بعد كاس العالم راح يكون بحاجه فعلا الى اعاده بناء حقيقيه في الخط الخلفي. السلام عليكم. البداية مع مدافع مونبلييه الجديد وهو ديلان مدح. اللاعب هو من مواليد 2002، يعني عمره حاليا 24 سنة. مدح خرج أكاديمية لو هافر وبعدها لعب مع أونجي ثم خاض عدة تجارب مختلفة مع سوشو، وكان آخر محطة قبل الانتقال إلى مونبلييه كانت مع نادي باو، ويبقى أحد الأسماء اللي ممكن فعلا تكون خيار مستقبلي في محور دفاع المنتخب الوطني. نجيو للاعب الثاني واللي هو عبد النور صوالحي، واللي بصراحة كان واحد من مفاجآت هذا الميركاتو بعد ما أعلن نادي الكامار الهولندي عن التعاقد معه ثم إعارته مباشرة إلى نادي تيلستار في نفس الدرجة باش يزيد يكتسب الخبرة. صوالحية من مواليد 2001، يعني سنه حاليا 25 سنة. الحاجة الملفتة في قصته أنه قبل الانتقال إلى الكامار كان ينشط في الدرجة الثالثة الفرنسية مع نادي لوبوي، يعني ما كانش عنده تجربة مسبقة في المستوى العالي، وهذا اللي فسر قرار إدارة الكامار بإعارته إلى نادي آخر. نروحوا للاعب الثالث وهو نهيم شيباني، واللي بديت نلاحظ مؤخرا أن اسمه بدأ ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. شيباني هو من مواليد 2003 وكان هو الآخر ينشط في الدرجة الثالثة الفرنسية مع نادي أوبان، يعني نفس قصة صوالحية قبل أن ينتقل إلى بطل الدوري البلجيكي سان جيلواز. اللاعب عنده عدة خصائص واللي من بينها أن طوله يوصل ل 1.89، وهذا اللي يعطيه ميزة في الكرات الهوائية، إضافة إلى نقطة أخرى مهمة وهي قدرته على بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف. أما اللاعب الرابع وهو إلياس بنقارة مدافع دورتموند، ونظن أنه ما يحتاج إلى تعريف كبير لأنه سبق وأن تم استدعائه إلى المنتخب الوطني بصح بدون أي مشاركة تذكر. بنقارة مؤخرا وقع على أول عقد احترافي طوله 1.93، ونظن هي ميزة اللي يحتاجها المنتخب الوطني في محور الدفاع، خصوصا لما يكون عندك لاعبين اللي طوال ويقدروا يفيدونا في الكرات الثابته والصراعات الهوائيه، اضافه انه عنده بنيه جسديه لا باس بها، واهم حاجه عند بنقارة وهي قدرته على الخروج بالكره من الضغط. ورغم توقيعه على عقد احترافي مع دورتموند الا ان صحيفه بيلد قالت بلي ممكن يخرج معار الى احد انديه الدرجه الثانيه الالمانيه، بس اداره النادي راهي متردده لانه كانت تخطط باش تدمجها مع الفريق الاول، والغريب ايضا انه ما راحش حاضر في قائمه التحضيرات الاخيره. على هذه خلينا نشوفوا واش راح يصرى معاه خلال الاسابيع القادمه. اما اللاعب الاخير وهو صهيب نير المنتقل حديثا الى نادي سانتيتيان، هو الاخر سبق وان تم استدعائه الى المنتخب الوطني بصح ما داش اي فرصه، ومع ناديه بعدها اصيب واللي خلاه يغيب عن الملاعب لفتره. اما حاليا وبعد انتقاله الى نادي سانتيتيان واستعداده للموسم الجديد فنشوف بل يبقى من الاسماء اللي تستحق المتابعه ودمجه مع المنتخب الوطني. قبل الانتهاء كاين اسم اخر اللي لازم نذكره وهو المدافع الشاب حمزه وهيلان سليماني، لاعب اولمبيك مارسيليا. الموسم الماضي شارك ولاول مره مع الفريق الاول وبعدها تم استدعائه للمنتخب الاولمبي مع رفيق صيف، وحاليا راه متواجد في فتره التحضيرات مع ناديه. مدافع محوري شاب في مارسيليا ويبقى ايضا من الحلول المستقبليه. وفي النهايه اكيد ما نقدرش نقولوا ان كل هذه الاسماء لازم تتواجد مع المنتخب دفعه واحده، بصح من جهه لازم تكون كاينه نظره للمستقبل، لانه باش تعاود تبني خط الدفاع من الجديد ما لازمش تروح تعيط لي لاعب او اثنين وتخليهم دكه ومن بعد ما تجيش تعيط لهم كما صرا مع اللاعبين اللي من قبل. لازم تعطيهم فرص حقيقيه تدريجيا وتبدا تدخلهم في المباريات حتى ياخذوا الثقه. المنتخب حاليا خاصه روح جديده بعد كاس العالم، ما راحش نبقاو بنفس اللاعبين وفي نفس الدوامه ومن بعد نقولوا عليه.